في مفاجأة من العيار التقيل، البنك الأهلي بيقسو على نادي بيراميدز بنتيجة 4-2. 4-2، نادي بيراميدز نازل في آخر ماتشين في الدوري، يعني هزيمتين ورا بعض. الأهلي خلاص ركب الجدول، ركب الدوري، 3 مباريات على نهاية الموسم. الأهلي مع عماد النحاس شكل تاني وطعم تاني وأهداف تانية ولون تاني. وبيراميدز في المقابل المفروض في الفترة الأخيرة دي إن هو يحاول تركيز، لكن من الواضح كده إن ضغط الأهلي بالفوز في المباريات الأخيرة والمستوى اللي بيقدمه النادي الأهلي يعني خلى بيراميدز كده حصل ضغط نفسي على اللعيبة. ما تفهمش، البنك الأهلي النهاردة بيلعب نهائي دوري أبطال البنوك، يعني حاجة مفيش ضغوط، اللعيبة متحررة من كل الضغوط، اللعيبة بتأدي كرة حلوة. يا وانور لعيب رجل المباراه، ايه ده؟ فرقه عالميه، ماتش عالمي يعني. بيراميدز مش موجوده في المباراه، البنك الاهلي الكابتن طارق مصطفى بيقدم كوره حلوه، هيتجنن في المدرجات. تعب وفاز بالمباراه. المباراه طبعا النتيجه بتخدم النادي الاهلي، مبروك كده، انا عايز اقول مبروك للاهلي وجمهوره الدوري. بنسبة 99.9%. الدوري أهلاوي خلاص، النادي الأهلي 3 مباريات متبقية. أي فقد نقاط أخرى لأي نادي، خلي بالك بقى، أنا وجهة نظري ممكن يحصل فقد نقاط لأي من الأهلي أو بيراميدز تاني. الأهلي طبعا بيقدم مستوى كويس، ولكن خلي بالك الفرق اللي انت بتقابلها في الفترة دي زي البنك الاهلي، سيراميكا، الفرق الدوري اللي هي الفرق في مجموعة الاهلي والزمالك، اللي هي مجموعة البطولة، مجموعة الدوري، خلاص متحررة من اي ضغوط، فبتلعب قدام الاهلي، الزمالك، بيراميدز، بتلعب بقى كل لاعب بيطلع كل الكرة اللي عنده من استعراض، من اداء، بيحاول ان هو يسوق نفسه، متحرر من الضغوط. فهنشوف في المباريات اللي باقية للفرق المنافسه على الدوري، ممكن نشوف مفاجآت تاني وارد تحصل، ان شاء الله ما تحصلش مع الاهلي. ان شاء الله الاهلي المباريات الثلاثه لا بديل عن الفوز فيهم. الاهلي محتاج ياخد الدوري، لكن في الناحيه الثانيه هنشوف المباراه القادمه لبيراميدز الزمالك طبعا للاسف النهارده بيتعادل مع سيراميكا كليوباترا. هارد لك الكابتن ايمن الرمادي وجمهور نادي الزمالك. كان الزمالك بيحاول ان هو يعني يخرج كده من دايره التعادلات والهزائم والكلام ده، ولكن للاسف يعني الكابتن ايمن رمادي معاه يعني مجموعه لعيبه، مفيش لعيبه تقيله على الدكه تقدر تغير مجريات المباراه. الاهلي محتاج صفقات في الفتره اللي جايه، فاتمنى بقى ان ما تكونش الفتره دي فتره ان احنا بنحرق الكابتن ايمن الرمادي. كنت بتمنى ان هو يعني يتولى القيادة الفنية من أول الموسم، على اعتبار ان هو بياخد فرقة وبيبدأ يبقى فيه مفاوضات مع لعيبة والكلام ده، ويجيب لعيبة والكلام ده. لكن الفترة دي واخر 3 مباريات مع مباراة الكاس للأسف، الزمالك لو حصل اي دروب فيها وهزم من بيراميدز حتى في مباراة الكاس، هيبقى الموضوع صعب جدا ان الكابتن ايمن الرمادي يكمل. وللاسف بنبقى احنا حرقنا الكابتن ايمن الرمادي، راجل مدرب محترم، عنده فكر وعنده كوره وعنده سياسه عايز يطبقها. هارد لك لنادي الزمالك، نادي الزمالك محتاج لعيبه، محتاج صفقات. النادي الاهلي كده خلاص بقى، احنا بنتكلم في 3 مباريات لا بديل عن الفوز فيهم. بيراميدز خلاص، ممكن بيراميدز يقع تاني، وجهة نظري ممكن يقع في مباريات تانية، وممكن في مباراة الزمالك يفوز على بيراميدز فيها، ده توقعي الشخصي. لكن مبروك لجمهور الاهلي، الدوري اهلاوي. كل وفعلا المقولة اللي بتقول كله بيحلم بالدوري، ولكن الواقع ان يكون دايما الدوري اهلاوي. الكابتن عماد النحاس بيقدم مستوى رائع مع النادي الاهلي، بعض الاصوات بتطالب ان استمراره في بطولة كأس العالم للأندية صعب شوية، ولكن ممكن الظروف تخدمه في ان الاهلي ما يقدرش يخلص مع مدرب على مستوى عالي، فيتسند له القيادة الفنية على الاقل في كأس العالم للأندية، وممكن من خلاله الاهلي يحقق نتائج كويسه، او شكل الاهلي يكون كويس ويستمر على الاقل موسم مع النادي الاهلي. وده بامانه ده اللي انا بتمناه، ان هو الكابتن عماد يستمر مع طالما ماشي كويس، وطالما المنظومه كلها في النادي الاهلي من اللاعبين وشايفين الفرقه ما شاء الله. فانا وجهه نظر ان هو يستمر الكابتن عماد ويكمل بقيه التجربه كلها لنهايه كاس العالم للانديه. لسه الدوري هيحلو اكتر في المباراه اللي جايه، مفيش مجال ان انت تخسر ربع نقطة.
لسه هنشوف بقى المشكله بتاعه ازمه مباراه القمه بين الاهلي والزمالك، وحكايه خصم بقى هيبقى 3 نقط للمباراه بس، ولا هيبقى في 3 نقط اضافيين اللي هم بيقولوا عليهم في نهايه الموسم. فالله اعلم لسه، ولا المباراه هتتعاد. هنشوف بقى قرارات الله اعلم هتبقى قرارات شكلها عامل ازاي. بيراميدز طبعا هيحاول ان هو الفتره اللي جايه يلعب على النقطه دي، لان بيراميدز خلاص بقى الاهلي 49 نقطه، بيراميدز 47 نقطه، كل فرقه 3 مباريات باقي لها. فبيراميدز لازم ان هو هيشتغل على حته يثير اكتر موضوع اللي هو ال3 نقاط اللي اتخصموا زياده من النادي الاهلي. هنشوف في المقابل بقى، فزي ما بيقولوا هنا بقى منافسه داخل الملعب وخارج الملعب. وفعلا الدوري مع وجود بيراميدز احلو وشكله بقى افضل. اتمنى طبعا ان نادي الزمالك يرجع لمكانه الطبيعي، لان مفيش منافسه من غير نادي الزمالك. الكره في مصر اهلي وزمالك، وممكن بيراميدز وفرق اخرى، لكن الكره في مصر دايما اهلي وزمالك. فانا بنتمنى ان نادي الزمالك يرجع تاني يقدم لنا كوره ابتداء من الموسم اللي جاي، ويعمل صفقات، لان طول ما الكوره حلوه ومنافسه والجمهور بيشجع بأدب واحترام، هي دي الكورة اللي في العالم كله. واحنا بنشوف دلوقتي في العالم كله نهائي دوري أبطال أوروبا، وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا عامل الدنيا عاملة فيه ازاي. شوفنا مباريات عالمية، شوفنا برشلونة أرسنال، باريس سان جيرمان، شوفنا يعني انتر. فلازم ان الجمهور في النهاية يشجع فرقته بكل تحضر وكل حماس، ولكن بدون أي غلط وبدون أي تجاوز في حق الآخرين. وإن شاء الله خلاص الدوري أهلاوي، ولكن بدون خسارة أي نقاط من الأهلي. لا بديل عن الفوز في ال3 مباريات الباقية للنادي الأهلي.